اهلا بكم يا شباب. طبعا النهارده رحت عشان اشتري الخشب للوتين زي ما احنا عارفين. طبعا اول حاجه انا كنت ناوي ان انا اجيب الخشب اللوح ده زي ما انتم شايفين، وهبتدي ارصه جنب بعض واسقف في الاوضه. طبعا لقيت الخشب ده سعره غالي غالي غالي، يعني حاجه الخشب فوق. تمام، فابتديت ان انا اتجه للخشب ده زي ما انتم شايفين. يعني ده الحبيبي، اللي هو اللوحة الكبيرة، الأفرخ الكبيرة دي. طبعا سمكه حلو، مش السمك الصغير، يعني هيستحمل معي. تمام. ده مثلا سمك اللوحة، سمكة مثلا 1 سنتي تقريبا. أنا ما فهمش فيه جامد، بس هو يعني ممكن تطلع له 1 سنتي. جبنا مع بعض 9 أفرخ. التسعة دول في واحد فضل منيهم، وفي 3 قطعنا منيهم عشان الأوضة. زي ما احنا متفقين 74 تقريبا، مش 5 في 5 يعني، بس عرضها 5. فهبتدي ان احنا نشتغل مع بعض ونركب الخشب ده مع بعض. تاني حاجة قررنا ان احنا نجيبه بابين للأوضتين. فكان قدامي كذا اختيار للبيبان. اول حاجة معانا دي بيبان مستعملة، سعرها يعني مفرقش كتير عن الجديد. برضو كان معانا الجديد زي ما انتم شايفين، دي بيبان الشقق العادية. بعد كده يعني ده برضو غالي يعني عن ده. ابتديت برضو ابص على البيبان دول، يعني عجبوني برضو سعرهم، يعني برضو كان في المعقول. يعني هما برضو مش رخاص جامد يعني، بس هما حلوين. طبعا استقرينا ان احنا نجيب بابين. تمام، ده انت بتركب المفصلات وكل حاجة. ده البابين بتاعه اللي احنا اشتريناهم. خليكم معانا عشان نشوف ايه الجديد. ابتدينا يا شباب في تركيب السقف فوق الأوضة. اول حاجه انا كنت عامل حسابي ان انا هحط 4 عروق بس، ده في حاله ان انا هجيب اللوح اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو. طبعا كده الحسبان اتغير، فانا زودت عدد العروق عشان تقدر تشيل معاي اللوح اللي هي الحبيبي دي. لان دي مثلا لو المطره نزلت عليها هتبتدي يتشرك اللوح، لان ده زي ما تقول معمول من التبن والورق مع بعض، ورق الكرتون، فاهم؟ فانت تكتر العروق عشان تمسك معاك الأوضة. ابتدينا برضو نرص زي ما انتوا شايفين. خدت 4 كده و4 كده جنب بعض في خلال الأوضتين زي ما انتوا شايفين اهي من فوق. حاجة تمام يعني، وأدت الغرض. بدل ما اروح مثلا اجيب شوف كام لوح اجيبه، خلينا في ده احسن يعني. بعد كده ابتدينا في تركيب الشبابيك، وعملناها بالسلك وعملنا لها حلوق، وعملنا زي وصلة في النص عشان تمسك السلك معاك جامد. طبعا زي ما احنا متفقين ان احنا اعداد الشبابيك عندنا كبيرة، وده كانت مشكلة معانا في السلك والخشب. وطبعا الخشب زي ما انتوا عارفين النهاردة الخشب يعني سعره رافع. بعد كده البابين اللي احنا جبناهم ابتدينا نركبوهم على الأوضتين. ادي الأوضة الأولانية ركبنا الباب الأولاني زي ما انتوا شايفين. طبعا الباب مش بيجي معاه مفصلات، فانت بتركب المفصلات والقفل بتاعك مع نفسك. زي ما انتوا شايفين ركبنا البابين. طبعا الحاجة اللي قابلتنا مشكلة في الدنيا دي، ان الخشب بعد ما ركبنا السقف فيه فتحات، فلازم الفتحات دي تتقفل. ممكن تدخلك عرسة، ممكن تدخلك فار، تدخل براس وحاجات زي كده، فلازم انت تقفلها. فطبعا اضطريت ان انا اقفلها. ادي الفتحات بعد ما اتقفلت. طبعا طلعت قفلتها بالاسمنت، ولو في قالب مثلا وقع اضطريت ان انا اقفله. وظبطنا الدنيا يعني، خلناش فتحات ادوبك، يعني الفتحة ما تعديش عقلة صباعك. زي ما انتوا شايفين لازم تقفل على حاجتك، عشان بعد كده ما تقولش مثلا في بيضة باض ما لقيهوش، او انت مش عارف ازاي وتخش لك الحاجات منين. برضو لازم تأمن. برضو الحلوق بتاعت الشبابيك كان فيها مسافات. طبعا الحلوق دي تقفل برضو حوالينها بالاسمنت زي ما انتوا شايفين، مفيش فتحة. زي ما انتوا شايفين ادي السقف وكمية العروق اللي حطيتها تحت الخشب عشان تسند معاك مهما يحصل. مش محتاجة معاك ان انت تفرش مشمع او حاجة زي كده. زي ما انتوا شايفين برضو اهو، ده الشبابيك متقفل تمام. زي ما قلنا ان احنا عدد الشبابيك الكتير احسن من انت تعمل شبابيك معينة وفي الاخر تتعب.